أبشر يوم بدأ كانت عنده نطاق معين يخدم فيه الناس، وبعدها بدأ يتوسع بدأ يتوسع بدأ يتوسع، وصلنا ما نستغني عنه نهائيا في حياتنا. ليه؟ لأنه كل شيء تقدر تسويه من خلال أبشر. طيب الآن في جهات كثيرة ناوية تسوي زي أبشر. وش ممكن تسوي؟ هل تبدأ من الصفر؟ لا. الرؤية سوت شيء خرافي جدا، وهو بنك البيانات. بنك البيانات هذه وش فكرته؟ وش راح يساعد فيه؟ وش راح يغير حياتنا؟ وأيضا وش ممكن يسوي للمستقبل عندنا في الخدمات الرقمية؟ في السابق أي جهة ناوية تسوي خدمة أو تطبيق كانت تعاني أنها تبدأ من الصفر، وهذه مشكلة جدا كبيرة. لنفترض أن جهة ألف تبغى تسوي تطبيق أو خدمة تخدم فيها المواطنين، كان الموضوع جدا معقد عندهم. لكن الآن وش صار؟ صار في بنك البيانات. البنك هذا وش يسوي؟ البنك هذا يجمع كل البيانات في مكان واحد. فلو جهة باء تبغى تسوي خدمة أو تطبيق تخدم فيها المواطنين، ما راح تبدأ من الصفر لأن البيانات موجودة. فهذا يسرع من إجراءات التطوير، ويخلي كل الجهات قادرة أنها تسوي خدمات تخدم فيها المواطنين والمقيمين وزوار هذا البلد بشكل جدا سلس وسريع، والخدمات تطلع بشكل أسرع. يعني في السابق لو تبي تسوي منصة أو تطبيق أو خدمة كنت تحتاج فترة طويلة حتى تقدر توصل إلى القمة، لكن الآن مع بنك البيانات ممكن بخطوات جدا بسيطة تقدر تسوي الخدمة والتطبيق بشكل سلس وسريع، وكله بسبب الرؤية. طبعا هذه كلها إصلاحات أقرتها الرؤية على أساس يطلع بنك البيانات اللي راح يمكن كل الجهات أنهم يطلعون بخدمات جدا مفيدة تساهم في راحتنا، وأيضا تساهم في راحة زوار هذا البلد وأيضا المقيمين. طبعا المعلومية، احنا اليوم في ملتقى الحكومة الرقمية، أكيد بيتكلمون عن بنك البيانات والشغلات الجديدة فيهم. طبعا هذه مجرد البداية في الإصلاحات، وأكيد في إصلاحات جديدة قادمة تمكن الخدمات الرقمية وأيضا ترفع من جودتها عندنا في السعودية. الرؤية لها توجه جدا كبير في تحسين الخدمات الرقمية عندنا في السعودية وتقديم خدمات أكثر وأشمل للمواطنين والمقيمين وزوار هذا البلد. Wow, what a pleasure to be here. Highly successful digital government forum. It's really impressive what Saudi has done in this area. I mean, to be ranked 31st in the world in terms of digital government services online. Congratulations.